الكود التاني اللي هو احنا اخر مرة عملنا لما يجي يفتح على سجل محدد. لو انا كتبت السجل هنا، لو هنا عندي مجموعة اسماء عايز افتح على سجل محدد، بس اكتبها هنا في خانة، هنا في مربع النص. هعمل هنا مربع نص يكتب معانا بهذا الجزء اهو. اكتب هنا مثلا القاهرة، يفتح لي المدينة القاهرة تبع انهي موظف. تمام. طيب هنعمل ايه؟ لازم نعرف الاول اسم المدينة اللي اتحط عليها الداتا. بعد كده اسم التكست مربع النص اللي مكتوب عليه المدينة، طبعا مكتوبة بالانجليزي. هنيجي نكتبها هنا، هنحطها مكان الكود ده، مكان الكلمة دي. يبقى اصبح هو ده الكود دو اس ام دي دوت اوبن فورم دوت اسم النموذج اللي هيتفتح. طبعا اسم النموذج اللي هيتفتح هنا تيبل 1. تيبل 1. تمام. يبقى ده اسم النموذج اللي هيتفتح تيبل 1 اهو. بعد كده ده ثابت لازم يتكتب، لازم يتعمل. بعد كده اسم الحقل المراد تصفيته اللي هو ده، اللي هو المدينة. مش هناخد الليبل، لا هناخد مربع النص نفسه، لازم يكون اسمه هنا في الكنترول سورس، ناخد الاسم اللي في الكنترول سورس. بعد كده هنا بقى ده ثابت وده ثابت، ده كود ثابت، لكن ده مي دوت اللي هو اللي هيتكتب هنا في الخانة دي. مي هنعرف من اسم مربع النص اللي هنا تكست ايه؟ تكست 5. تكست 5. بعد كده ايه؟ هناخد كل ده الكود وهنستبدله بالكود اللي احنا عملناه سابقا. بس يبقى هو ده الكود اللي هشتغل عليه. بدل ما يفتح السجل، لا ده هيفتح السجل، هيفتح النموذج مع تحديد البيان. يعني هنا، يعني هنا مثلا عايزين نفتح الفيوم، هنفتح الفيوم، نكتب هنا الفيوم ونفتح استخراج. معلش هنغير، هنحط لايك، نحط لايك. يبقى هنا في لايك بعد كلمة المدينة دي، بعد بقى تكست مربع النص. هنقفل ونخرج مرة أخرى ونشوف. هنكتب هنا الفيوم وهنا جاب لي الفيوم. تمام. هنا مثلا القاهرة جاب لي السجلات الخاصة بالقاهرة أو أحمد فاروق. وهنا المنيا، وهنا عمل لي حسام أحمد تبع المنيا. ده بالنسبة للكود. تعال نراجع الكود تاني مرة أخرى. يبقى هنا دو اس ام دي دوت اوبن فورم، اللي هو بنفتح الفورم نفسه، اللي هو بين عندنا تنصيص اسم التيبل اللي هو التيبل النموذج اللي بتفتح. بعد كده هنا بنحط 3 شروط دول اساسي. بعد كده هنا في الجزء ده بين عندنا تنصيص، الجزء ده بالذات اللي هو اسم الحقل اللي هو المراد تصفيته، اللي هو ده مراد تصفيته اللي هو بيظهر فيه اصلا الايه المدينه. تمام. بعد كده هنا لايك ده ثابت، ده كله ثابت، يعني ينزل كتب مهما كان يتكتب. وده كمان ده معاه. بعد كده هنا مي دوت تكست 5 اللي هو بيتكتب فيه البيان، اللي هو بيتكتب فيه البيان تكست 5. بعد كده هنا اخر حاجه برضك ثابت عشان تقدر تنفذ الفروق، ده عند فتح النموذج. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.